هو ليه الفراعنة بنوا الأهرامات؟ وإزاي بنوها أصلا؟ قبل أي حاجة صلي على النبي ويلا نبدأ. من قديم الزمان، أيام الفراعنة العظماء، الملك الفرعون كانوا بيعتبروه إله عايش على الأرض، ولما بيموت روحه اللي اسمها كاه بتفضل موجودة في جثته، ولازم يروح للآخرة عشان يكمل شغله كملك للموتى. وعشان كده كانوا لازم يعملوا له مقبرة ضخمة، مكان آمن محصن، علشان يحافظوا على جثته المتحنطة والحاجات اللي محطوطة معاه في الرحلة الطويلة دي. المقبرة دي ما كانتش مجرد أوضة وخلاص، دي كانت البيت بتاعه للعالم التاني، ولازم تكون حاجة فخمة تليق بمقامه، وكمان عشان تساعد روحه إنها تطلع للسماء. الناس زمان كانت فاكرة إن الجن ساعدهم وإنها معجزة، بس الحقيقة غير كده. الحقيقة إنها كانت عبقرية هندسية وتخطيط ذكي من أجدادنا القدماء. أول واحد عمل هرم هو الملك زوسر، والمهندس بتاعه إيمو حطب عمل الهرم على شكل مساطب فوق بعضها، وبقى أول هرم في التاريخ. وبعد كده الملوك اللي بعده طوروا الفكرة لحد ما وصلت لشكل الهرم اللي كلنا بنشوفه في الجيزة. دول ما كانوش عبيد زي ما في الأفلام بتقول، دول كانوا عمال محترفين وجيش من ناس بيشتغلوا مع بعض، وفي عمال كانوا بيشتغلوا في استمرار. والمشروع الواحد كان ممكن ياخد 23 سنة زي بناء الهرم كده. واستخدموا الحجر الجيري اللي كان موجود حوالين المنطقة، بس الغلاف الخارجي للأحجار كان من نوع أحسن، وكل حجر وزنه ما بين 2 إلى 15 طن. وحجر سقف غرفة الملك وصل إلى 70 طن. هنا بقى العبقرية، كانوا بيحطوا الحجارة الضخمة دي على زلاجات خشبية وجذوع شجر ضخمة زي عجلات، وكانوا بيستخدموا نهر النيل المتفرع علشان ينقلوا الحجارة دي لموقع البناء. الأهرامات اللي اتبنت بدقة فلكية مذهلة، طول الضلع موجه لاتجاه أساسي: شمال، جنوب، شرق، غرب. وكانوا بيستخدموا النجوم والشمس علشان يحددوا الأماكن دي. باختصار، الأهرامات دي مش مجرد مقابر، دي رمز للعمل الجماعي المذهل والذكاء الهندسي الفذ والإيمان بالآخرة عند المصريين القدماء. وبس كده، متنساش تصلي على النبي.